السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية. نبدأ على صلاة نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطورطة كتجي رائعة وكتجي بنينة بالعجين المورق، كتضيف مع الحشوة ديالها هي القرعة أو الفرماج. ما كاين فيهاش المكونات بزاف، وكتجي رقيقة بحال الشكل ديال البيتزا، وكتجي معلكة وبنينة بنينة بنينة بزاف. الطريقة اللي جد سهلة وبسيطة، تبعوا معايا المراحل ونمشيو على بركة الطريقة. يا بسم الله، كناخذ واحد المقلاة كبيره كنضيف فيها الزيت والفصوص تاع الثوم قطعت على هاد الشكل هكا، كنخليهم يتقلاو مزيان. من بعد كناخذ قرعه كنقطع على هاد الشكل هكا. انا خديت واحد 3 حبات ديال القرعه، قطعتهم على شكل دائري. كل الحجم ما يكونش عاوتاني رقيق بزاف، حاولي تكونوا شويه هو متوسط على هاد الشكل هكا. كنخليهم يتقلاو فوق النار. كنضيف هنايا واحد القليل من الملح والقليل من الفلفل الاسود. هادشي اللي كنضيف التوابل، الملح والفلفل الاسود بجوج. كنقليهم واحد شويه حتى كنحس بالقرعه ديالنا هبطات على هاد الشكل هكا، صافي كنطفو عليهم البوطه. هنا غادي ناخذ واحد حبات ديال البيض، وهنا الفرماج محكوك كما كتشوفوا. اي نوعيه عندكم ديال الفرماج متوفره ممكن تضيفوها. كناخذ انا هذا، خديت هذا انا اللي كنضيف الباستا، هو اللي ضفت مع البيض. كنطربهم مزيان مزيان مع البيض على هاد الشكل هكا. من بعد ما ضربت البيض مع الفرماج مزيان على هاد الشكل، دابا غادي نحطو جانبا. دابا غادي ناخدو العجين المورق. انا ديجا درتو فوق في المقله. الا عندكم شي مول ممكن تضيفوه، انا عندي مقله صغيره ضفت فيه هاد العجين المورق. دابا نشارك معكم الطريقه ديال هاد العجين المورق. كناخدو هذيك القرعه، كناخدو غير النص ديالها والنص الاخر كنطرفو كنحطو جانبا. كندير النص الاولاني كنسرحو مزيان مزيان فوق العجينه على هاد الشكل هكا. هنا من بعد ما سرحنا السطح الاول ديال القرعه فوق العجينه على هاد الشكل، دابا كنضيفو الفرماج. بالنسبه للفرماج، هذا الفرماج الاحمر قطعته على هاد الشكل هكا طولي، ما بغيتش نديرو محكوك، كنخليه هكا باش كيجي فيه واحد التريكه زوينه. من بعد ما ستفناه فوق القرعه، دابا غادي نضيفو النص الباقي اللي بقى لينا ديال القرعه، غادي نضيفوه تاني من الفوق الفرماج. دابا غادي نسرحوه مزيان مزيان فوق هذا الفرماج حتى كيتغطى لينا بهذا الشكل هكا. دابا غادي نضيفو البيض اللي طربناه مع الفرماج، هو الاخراني هو اللي كنضيف بحال هاد الطريقه هكا. كنسرحوه مزيان مزيان، كنسرحوه نعاودو نسرحوه بسباتول او معلقه، كتسرحيه مزيان باش كيتغطى كامل على هاد الشكل هكا. بالنسبه لمده الطهي، كنشعلوا الفران على 180 درجه وكنخليوه واحد المده ديال 45 دقيقه بالحساب من الفوق ومن تحت. كطاب لينا هاد الطورطه ديالتنا ديال القرعه. صراحه كتجي رائعه وكتجي بنينه وكتجي رقيقه ومقرمشه. انا من بعد ما دازت 45 دقيقه خرجنا الطاوه ديالتنا ديال الطورطه من الفران. دابا غادي نقدموها بواحد الصحن ديال التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي بنينه 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 هاد الطورطه. جربوها وردوا عليا الخبر البنات، صراحه رائعه وبنينه والله ما تقنعوا منها. غير مقادير، ابسط مقادير، يعني ساهلين. ما كت يعني ما كت دغيا كتوجد، ما كتطلبش الوقت كتير، وكتجي رائعه وكتجي بنينه البنات، وكتجي مقرمشه مقرمشه مقرمشه. وبالنسبه للطريقه ديال العجينه ديال العجين المورق، دابا نشاركها معكم ان شاء الله في شي فيديو. الطريقه ديال هذا العجين المورق اللي كيجي مقرمش وكيجي بنين وكيجي رائع البنات. ها انتم كما كتشوفوا انا غادي نقطع معاكم واحد الطرف. شوفوا كيفاش كيجي رقيق وما كيجيش غليظ. ها انتم البنات كيفاش كتجي، الصراحه كتجي رائعه وكتجي بنينه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، شفتوا
كتجي مورقه وكتجي بنينه. ايه اللي تبعت الفيديو حتى لهنا ووصلات، كنقول لك ما تنسيش ليا اللايك والبارطاج مع الحباب والاصدقاء. شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.